السلام عليكم. اشهر 4 طرق بيستخدمهم الهاكرز لاختراق الواتساب بتاعك، والهدف من الفيديو ده ازاي تحمي نفسك منهم. يا جماعه احنا في 2025 وفي ناس كتير جدا لسه بيخترق الواتساب بتاعتهم وبيخترق الفيسبوك بتاعهم وبيخترق كل حساباتهم على السوشيال ميديا. فالنهارده هنوضح مع بعض الطرق دي وفي الاخر هقول لك ازاي تحمي نفسك منها. يلا بينا. واول طريقه بيستخدمها الهاكرز هو تثبيت البرمجيات الخبيثه على موبايلك، وده بيتم عن طريق ان هو بيستهدفك انك تضغط على لينك. ده بيثبت برنامج انت مش شايفه اصلا على موبايلك، انك تثبت لعبه او تطبيق من التطبيقات مجهوله المصدر. فبالطريقه دي بالبلدي كده بيركب الجهاز بتاعك، فبيبقى شايف بقى انت بتعمل ايه وبتتشات مع مين. مش محتاج اصلا انه يخترق الواتساب، هو كده مخترق او مخترق شايف انت بتعمل ايه على الجهاز كله، فيقدر بقى ياخد سكرين شوت. علشان كده في ناس بتقول لي انا ببقى قاعد كده في امان الله والاقي الموبايل بتاعي بياخد سكرين شوت لوحده. فهنا تقلق قوي يا معلم. في برامج احترافيه بتبعت له كلمات المرور اللي انت بتكتبها على الجهاز بتاعك، فهنا يا معلم بيوصل لكل حاجه على الموبايل بتاعك. اما النوع التاني بقى يا معلم عشان تاخد بالك منه قوي، هو بيتم عن طريق رمز الام ام اي، والرمز ده موجود في جهازك مسؤول عن تحويل المكالمات. الهاكر قبل ما يعمل اي حاجه بيدخل لك باي طريقه ايا كانت يحاول يعرف رمز الام ام اي، فبيبدا يكلمك على اساس انه شركه او وظيفه او شركه الاتصال اللي انت بتتكلم او اللي انت بتتعامل معاها، او برنامج مسابقات او ايا كان، او انت كسبت فلوس او ايا كان. وباي شكل من الاشكال بيبدا يوصل او يحاول يقنعك انك تقول له رمز الام ام اي، او يقول لك اضغط رمز الشباك او نجمه كذا كذا. باختصار بيحول المكالمات على موبايله. ليه بقى بحول المكالمات عليه؟ علشان يتخطى حمايه التحقق بخطوتين ال2 اف اي. وببساطه خالص بيبدا يدخل رقم الواتساب عنده، الواتساب بتاعك، فبتبدا الشركه بقى تقول له ابعت لك رساله ولا اكلمك، يقول لها كلميني في مكالمه. فالشركه تمليه الكود اللي هيستخدمه عشان يفتح الواتساب في مكالمه، فهو اصلا محول مكالماتك عنده على موبايله، فبدأ يعرف كده او هو كده عرف الكود فبيشغل الواتساب عنده. دي برضو تاني طريقة من الطرق. الطريقة الثالثة بقى، ودي بيسموها في عالم الهاكرز بالعربي يعني الهندسة الاجتماعية للحصول على رمز الدخول. ببساطة خالص كده بيستهدف غباء الضحية، وهنا بقى هو بيعمل لك كل حاجة عشان يوصل لرمز التحقق بخطوتين. وده بيتم عن طريق ان هو واحد صاحبك او واحد ماسك موبايلك او حد مثلا قريب منك وعايز يخترق الواتساب بتاعك، او هاكرز وبيكلموك مكالمة تليفون على اساس انهم شركة معينة انت بتتعامل معاهم، او على اساس مثلا ان هو حد مثلا هيخليك او هيصلح موبايلك المهم بيحتال عليك بكذا طريقه عشان يعرف رمز التحقق بخطوتين. الحاجه الرابعه هو رمز الكيو ار. رمز الكيو ار كود اللي بيظهر لك في الواتساب كده لما تيجي تشغل بالذات واتساب ويب او واتساب للاعمال على موبايل تاني. فهنا بقى الهاكرز المحترفين بيعملوا ايه؟ بيبدا وانت بتدخل الواتساب او الكيو ار كود بيظهر لك طبعا عن طريق لينك خارجي او عن طريق موقع الواتساب نفسه الاساسي، فيبدا يظهر لك في نتائج البحث موقع او اداه قبل الموقع بتاع الواتساب، فيبدا الكيو ار كود ده يروح للمهاجم للهاكرز، فيبدا يشغل عنده الواتساب ويب وانت مش واخد بالك او ما تعرفش، عن طريق ان هو بيصدر لك في نتائج البحث موقع اصلا زي موقع الواتساب بالظبط، بس ده مش موقع الواتساب، ده موقع الهدف منه ان هو ياخد الكيو ار كود بتاعك. طب انا دلوقتي احمي نفسي ازاي من الحاجات دي؟ هو انت مش ملاحظ ان الحاجات دي كلها يعني بتستهدف ان انت مش فاهم بس مش اكتر؟ فانا عايزك تفكر بعقل شويه. اولا، رمز التحقق بخطوتين بتاعك ما تدهوش لاي حد ايا كان هو مين. مهما حاول اي حد يقنعك، مهما حاول اي حد يقنعك، اديني الرمز اللي مكون من 6 ارقام اللي جالك على الواتساب او على الرسائل العاديه، سواء الفيسبوك او الانستجرام. ما تديش رمز التحقق بخطوتين اللي بيبعته لك الشركات السوشيال ميديا لاي حد ايا كان هو مين. الطريقه الثانيه، عايزك تفكر دقيقه. فكر دقيقه كده وانت بتكلم الشخص اللي بيكلمك بيقول لك انت كسبت او احنا شركه او احنا. فكر في كلامه، شوف كلامه مقنع، شوف الشخص ده انت تعرفه. ما ينفعش تسلم لحد كده انت يعني انت ما تعرفوش، وبالذات الناس اللي بتقول لك الفيزا وانت كسبت معانا. بيغريك يعني بيغريك، بيقول لك انت هنحول لك فلوس، فهو بيغريك بشتى الطرق. والهاكرز في الاول وفي الاخر هو محتال، هو نصاب، فبيستخدم الطرق يعني زي النصاب اللي بيسرق.
بيحتال عليك. وبالذات لو كلمك وقال لك ادخل رمز شباك نجمه مش عارف ايه، اي حاجه فيها رموز تدخلها على موبايلك لازم تقلق منها. ما تدخلش اي رموز حد يقول شباك مثلا رقم كذا، شباك نجمه مش عارف ايه. الحاجات دي بتستهدف ان هو ياخد رقم الام ام اي اللي بيحول المكالمات اللي احنا قلنا عليه. الحاجه اللي بعد كده، ودي للناس اللي موبايلاتها مش الموبايلات اللي من شركات كبيره، وحتى الناس والله اللي موبايلاتها من شركات كبيره زي سامسونج او ابل، دول بيبقى فيهم برامج مدمجه، برامج مكافحه فيروسات مدمجه. ولكن انا عايزك تنزل برضو لموبايلك برنامج لمكافحه الفيروسات والبرمجيات الخبيثه. وان شاء الله هعمل لك فيديو هجيب لك شويه برامج كده من غير فلوس او مجانيه، هقول لك عليهم تنزلهم على موبايلك، هتحميك جدا. وخلي بالك في كده بيبقى انت شغال على الموبايل بتاعك وعلى الانترنت بالذات، وبتلاقي مثلا ظاهر لك الحق جهازك فيه فيروسات نظف الان. دي كلها برضو برامج اعلانات، والهدف منها برضو ممكن يكون اختراق جهازك. اما الحاجه اللي بعد كده ومهمه قوي، وانت بتستخدم الواتساب ويب او واتساب بيزنس، اتاكد مليون في الميه انك بتستخدم الموقع الرسمي للواتساب او لشركه الواتساب او ميتا اللي هو ظاهر قدامك ده. ده الموقع الرسمي. لو في نقطه زياده، حرف زياده، يبقى ده مش الموقع الرسمي. لو في نقطه زياده او حرف زياده، ده مش الموقع الرسمي. ودي يا معلم باختصار خالص الطرق الشائعه وازاي تحمي نفسك منها. لو انت عاجبك المحتوى ده يا ريت تشترك في القناه عشان تدعمنا نوصل لكل الناس، واعمل لايك للفيديو ده. وما ننسوش يا جماعه ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، وبالذات اخواتنا في غزه العزه والكرامه، ربنا ينصرهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.